مساء الخير عليكم. النهاردة هنعمل مع بعض البط الروستو، بط في الفرن. وطالما قلنا بقى بط يبقى لازم يكون معاه محشي. هنعمل البط بالمحشي ورق العنب في الفرن، طعمه مختلف تماما وريحته كمان فظيعة. هنجهز مع بعض البط والورق العنب ونشوف هنجهز الطريقة دي ازاي. جربيها ومش هتندمي. الأول عندي هنا مية على النار، حاطة فيها شريحتين ليمون ونقطتين زيت، وهسلق ورق العنب. الورق ده أنا بخزنه في الفريزر. هنزله كده، هياخد دقيقة من كل ناحية. أول ما يتغير لونه هقلبه على الناحية التانية، وبعد كده هطلعه. هكمل بقى كل الكمية بنفس الطريقة، الكمية اللي انت عايزاها واللي هتجهزيها هتسلقها على قدها. يعني بالظبط دقيقة على كل ناحية، يتغير لونه وتقلبيها على الناحية التانية. تمام كده. دي بقى خلطة المحشي. انا هنا هحشيه باللحمة المفرومة من غير خضرة. ممكن تضيفي انت الخضرة او ممكن تستغني عن اللحمة زي ما تحبي. نص كيلو لحمة مفرومة، عليه صلصة طماطم انا مسبكاها، كوبايتين رز ومعلقة صلصة، ونص كوباية من الزيت مدوبة فيه مكعب زبدة، وعندي هنا ملح وفلفل اسود، ومعلقة من بهارات المحشي، ومعلقة من 7 بهارات. وده ورق العنب اللي احنا سلقناه مع بعض. نجهز الخلطة مع بعض. هجيب اللحمة بقى وانزل عليها بالرز. دي كوبايتين رز غسلاهم ومصفياهم، وده نص كوباية زيت على مكعب زبدة، وهنزل بشوية من الصلصة. دي صلصة انا مسبكاها، وكمان هاخد معلقة من الصلصة عشان تعزز الطعم واللون كده. ودي البهارات، وأقلبها بقى كويس جدا مع بعضها. هنقلبها كويس جدا عشان يبقى كلها واخدة نفس الطعم. ممكن تستخدمي الخضرة زي ما قلتلك، وممكن تستغني عن اللحمة زي ما تحبي. الحشو ده بتاعك انت يعني. ورق العنب بقى كده هستخدمه على ظهره. بصي بقى هنلف ازاي. هنلف هنا، نرفع الجنبين ونلف اول لفة ونضغط، وبعدين نجيب الجناب. خلي الورقة قدامك مفرودة، وتدخلي الجنبين لجوه وتلفي، وانتي بتلفي نضغط. تمام. هنعمل واحد كمان على ظهر الورقة كده. خد كمية من الحشو والف الجنبين واضغط وانا بلف بنفس الطريقة اللي انت شايفاها دي، يعني عشان يبقى الصوابع بتاعتك متماسكة ما تفكش منك. هنجرب برضو كمان طريقة على الطبق. الناس اللي ما بتعرفش تلف على ايديها، برضو هتحطي الورقة على ظهرها وتلفي لفة والتانية، وتدخلي الجنبين وانتي بتلفي برضو تضغطي. الطريقة دي برضو حلوة وسهلة. الناس اللي ما بتعرفش تتحكم في الحشو على ايديها. هنكمل كل الكمية بنفس الطريقة. هنجهز بقى البط معانا. دي بطاية مغسولة ومتنضفة كويس، ومعايا بصلاية انا مقطعاها شرايح رفيعة، وجزراية، وكم عود كرفس، وكم فص ثوم، ومكعب مرقة خضار، طماطماية مبشورة، ومعايا ملح وجنزبيل بودر، رشة من بهارات الفراخ، ومعلقة صغيرة من الحبهان البودر، ومعلقة فلفل اسود.
ومعايا كمان هنا ورق لورا وحبهان وبستكة. البطاية بتاعتي هنا انا غسلاها ومنضفاها كويس جدا. اساس البط يا جماعة ان هو يكون متنضف كويس جدا ومغسول ومنقوع ساعة في مية وخل وليمون. دي نص ليمونة كمان زيادة. انا هدعك بيها البطاية كلها كده. البط لما يتغسل كويس بيضيع خالص طعم الزفارة فيه. هبتدي بقى اسلك كده اللحمة عن الجلد عشان لما تيجي اتبله ادخل التتبيلة في الفتحات دي. هحاول افصل كده الجلد عن اللحم بسكينة كده. هبتدي افك الجلد عشان اقدر ادخل التتبيلة فيه. عندي هنا بقى الطماطمايه المبشورة، هنزل عليها بشوية من البصل ومعلقة ملح ورشة من الفلفل الاسود، واقلبهم مع بعض كويس جدا. اجيب البطايه بقى واجيب التتبيلة دي وادعك بيها البطة كويس جدا. ادخل بقى بين الجلد كده واللحم كل التتبيلة، ادعكها كويس من جوه ومن بره. تمام كده. في الصينية بقى اللي انا هدخلها الفرن هحط مكعبين زبدة وانزل كم فص من البستيكة كده عليها واديها تقليبة كده عشان البستيكة تفك وتسيح معايا، وكم ورقة لورا وادي حبهان وكل البهارات اللي عندي. هقلبهم كويس وبعدين هنزل بالبصل اللي انا مقطعاه شرايح رفيعة، برضه هقلبه كويس في البهارات كويس جدا. وبعدين هنزل بالجزر والكرفس والثوم، كل الخضار اللي فاضل عندي. لو عندك خضار تاني حابة تضيفيه مفيش مشكلة. واديله تشويحة كده يدوبك يدبل حاجة بسيطة. وهنزل بقى بمكعب مرق الخضار، بيدي طعم حلو جدا الخضار. ودي بقى الكبدة والقناصة والرقبة، كل الحوايج بتاعة البطة برضه هديهم تشويحة مع الخضار كده. هنزل بقى البطة هنا، هديها صدمة من كل ناحية فيها. ودي بقى التتبيلة اللي كانت موجودة معاها. هديها صدمة كده على النار عالية مع الخضار. هنا البطة بتاعتي جهزت، سبتها لما هديت خالص. وده المحشي ورق العنب اللي احنا جهزناه. هنحشي بقى البطة بورق العنب ده كده. حاولي ما تكبسيهاش قوي، رصيه والباقي بقى هترصيه في الصينية. خدي بالك المحشي هنا مش هياخد نفس تسوية البط، فيا دوبك حوالي 40 دقيقة كده وتكشفي عليها. تشيلي كل المحشي اللي حواليها دوت، مستنيش الاخر عشان المحشي بتاعك ما يفكش. ده مكعب زبدة وده رشة ملح وفلفل كده. فرن ساخن، هتجيبي ورق ألمونيوم وتقفلي الصينية كويس زي ما قلتلك. بعد 40 دقيقة هتشيلي المحشي وبعدين تغطي وتسيبي البطة تكمل التسوية بتاعتها. هتحطيه على الرف الوسط، هتاخد لها من ساعتين لساعتين ونص.
وبعدين شلت الفويل وسبتها لما تاخد اللون اللي انتوا شايفينه ده. هنا البطة استوت والمحشي كمان استوى. طعمه بجد مختلف جدا عن المحشي اللي موجود في الحلة. تسويته مع البط مديله طعم مختلف تماما. والبطة كمان استوت واخدة لون جميل، طريقة جديدة ومختلفة. وطعم مفيش أحلى من كده. أتمنى الفيديو بتاع النهاردة يكون عجبكم، وتجربوا الطريقة وتقولوا لي رأيكم. لو عندك أي سؤال أو استفسار اكتبيلي في التعليقات. ما تنسيش بقى اللايك والشير. باي باي.